تحياتي للجميع. بغيت نشرح بعجاله يعني هذا القرار ديال مجلس الامن رقم 2797 واللي قلت في الفيديو ديال البارح بانه قرار مصيري وتاريخي. هذا القرار ببساطه تيجعل مقترح الحكم الذاتي للصحراء المغربيه كما تعلم الجميع هو اساس ديال اي مفاوضات حول مستقبل قضيه الصحراء. يعني بلغه اخرى الحكم الذاتي تحت السياده المغربيه هو المحور ديال المفاوضات والنقاش. بمعنى اخر القرار تيعترف بان الصحراء تحت السياده المغربيه. من الاخر الاختلاف فقط هو في الشكل وفي الشكل ديال السياده وفي الطريقه ديال التنزيل ديال هادو الامور اللي غادي تناقش. النقطه الثانيه واللي مهمه بزاف تفاصيل يعني نشرحوها لغير الملمين يعني بتفاصيل مجلس الامن واللي بزاف الناس كيطرحوا عليها اسئله هي يعني هل كان بالامكان احسن ما كان، يعني واش كان بالامكان تكون شي نتيجه اخرى احسن من هذه النتيجه. استصدار قرار يقول ان الحكم الذاتي هو الحل الوحيد لقضيه الصحراء، الجواب هو لا. يعني القضيه ديال الصحراء راه مدرجه تحت البند السادس من ميثاق الامم المتحده واللي كيحث على حل الخلافات بالطرق السلميه والمفاوضات والتحكيم والوساطات، وماشي تحت البند السابع اللي تيمنح مجلس الامن سلطه اتخاذ اجراءات قصريه وفرض الحلول على جميع الاطراف. حيت يعني مجلس الامن بموجب يعني عدم وجود قضيه الصحراء تحت البند السابع ما يستطيعش فرض الحكم الذاتي يعني كحل على الجزائر والبوليزاريو، ولكن استطاع يعني تأطير النقاش حول الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، وهذا يعني أقصى ما يمكن أن يقوم به يعني مجلس الأمن من صلاحيات. يعني استطاعت الدبلوماسية المغربية يعني استخراج أكبر انتصار من الفم ديال مجلس الأمن والفوز بأحسن نتيجة ممكنة. اما الناس اللي تيقولوا بخصوص يعني النسخه الامريكيه الاولى اللي طالبت بالحكم الذاتي كحل وحيد، هذيك راه مجرد خطه ذكيه يعني للوصول للنسخه الحاليه اللي كنا تنحلموا بها. بحال مثلا فاش كيكون شي تاجر بغى يبيع بواحد الثمن وتيضرب حساب الشطاره وتيطلع الثمن باش هذاك اللي تيتشاطر معاه باش حيت ينقص له غادي يبيع له بالثمن باش بغا يعني هذاك التاجر. يعني هذا غير واحد الميساج بسيط. يعني هذا راه نصر كبير يحق لنا الاحتفال به بعد يعني واحد